هلو هلو، معاكم مريم نبيل. حياتنا عاملة زي البازل، بنحتاج نجمعها عشان نشوف الصورة كاملة، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة. كلنا بازل في حياة بعض. أهميتنا مش بس في إن احنا نسعد نفسنا أو نحقق حلم لينا، ساعات بتكون أهميتنا أحلى بإن احنا نسعد حد أو نبسطه. حتى لو الحد دوت هنشوفه مرة واحدة فأكيد هيكون اتأثر بينا. النهاردة هنركب البازل ونخلي الصورة أوضح ونخش جوه التفاصيل مع أحمد مجدي. ازيك يا أحمد، عامل إيه؟ أنا تمام الحمد لله. قولي كام مرة قصرت وحسيت بإيه في الناس اللي حواليك بما إن أنت مخرج ودكتور؟ والله فكرة إنك تأثر في حد دي لازم تكون بدأت عندك إنك اتأثرت باللي حواليك في حاجات كتير يعني ممكن بحس إنك تبتدي الأول تتأثر باللي حواليك دي من أول وأنت صغير، وبعدين بتكبر فبتبتدي الموضوع عندك يزيد. يعني ممكن أتكلم على حتة الجامعة على طول، لأنه فكرة إن أنا من بدايتي وأنا طالب في الجامعة كان دكاترتي ومعيدين اللي هم قريبين مننا كانوا دايما بيسبورتوا أوي، كانوا بيدونا السبورت ده. فلما أنا جيت دور عليا إن أنا أبقى مكان الناس دي اللي أثروا فيا جدا وادوني كل حاجة عندهم، كل ما كنت بحاول أسأل في موضوع أو معلومة محتاجها أو الكلام ده كله كانوا ما بيبخلوش عليا بيها. فكانت دي يعني وجهة نظري دايما إن أنا همشي بيها، إن أنا همشي بفكرة إنك ما يبقاش عندك معلومة واللي قدامك ما عندوش دراية بيها، أو إن أنت تقدر تأثر فيه بحاجة كويسة وما اديهالوش. فكنت بنبسط قوي قوي لما بعد ما اتخرجت وتعينت في الجامعة، إنه فكرة إن الطالب لما بيبقى في فترة معينة كده وهو في مشروع تخرجه بيبقى لسه تايه، لسه مش عنده خبرة كفاية، بيبقى عايز اللي يرشده لطريقه بأقل حاجة، بطريقة لطيفة، دي حقيقة. بطريقة إنه هو أخوه الكبير، صاحبه الأكبر في السن، ممكن حد عنده خبرة إلى حد ما في المجال بتاعه. فكنت منبسط قوي لما بشوف الناس وهي بتستعين بيا في فكرة إنه أول دفعة كانت بتتخرج كنت أنا فارق بيني وبينهم حوالي 3 سنين. كانوا هما بيتخرجوا كنت أنا شبه مشرف عليهم، بس مش مشرف بفكرة الإشراف، يعني فكرة إن أنا ممكن بنزل معاهم اللوكيشن. تساعدهم يعني. بالظبط، فكرة إن أنا أساعد اللي قدامي ده، مبخلش عليه. مش فكرة بقى أنا معيد وأنت طالب، لا، أنا بتعامل معاه إنه ممكن أبقى عندي جزء من الخبرة هو مش عنده، فأنا كنت بحاول أنزل معاهم مرة في التانية، كنت أنا كمان بكتسب منهم خبرة. يعني ما بشوفش إن عيب إنك تنزل مع حد أصغر منك، حتى لو هتنزل في بوزيشن أقل منك، يعني أقل منك أنت في الطبيعي. أنا بنزل إخراج أو بنزل كريتيف دايركتور في أي فيلم أو أيا كان الحاجة، فلما تنزل معاهم تبقى مساعد تالت، مساعد يعني أنت تاني. ممكن تنزل معاهم تساعدهم بس؟ مجرد ان انا اساعدهم، مش عشان حاجه، انا بشوف انا بكتسب منهم خبره، مش بس ان انا بديهم خبرتي او بحاول ابقى ان هم هاديين واطمنهم ان هم ماشيين صح. لو عندهم غلط في حاجه معينه تكنيك او حاجه اساعدهم فيه. فكان عندي فكره انه انا كمان بكتسب منهم خبره، مش بس هم، يعني مش هم بيكتسبوا مني وانا ما بكتسبش انتوا منهم، الاتنين بالعكس. بتأثروا في بعض. دي حقيقة، بنأثر في بعض، بس احنا الاتنين حابين ان احنا نعمل ده. ممكن هم ميبقاش قاصدين، بس انا لما بنزل واتفرج على شغل فلان او حد من الناس اللي انا كنت بنزل معاهم من الطلبة، بحس انه لا، هو عنده فيجن جديدة مش عندي، حاجة ممكن ما كنتش انا خدت بالي منها اعملها تاني. غلط هم وقعوا فيه انا اتداركه في حاجة تانية انا بعملها. الفكرة دي بالنسبة لي كانت أساسية جدا، يعني حتى لما كنت أنا يعني بأدي الخدمة العسكرية بتاعتي وكده، كنت واخد قرار في نفسي إن أنا لو كنت نازل أي حاجة بقابل فيها الجمهور نفسه، كنت هساعدهم بأي معلومة أنا أقدر أعملها. بس للأسف ما حصلتش يعني. بس يعني لما دخلت الجامعة كانت فكرة إن أنا معيد وكده، يعني فكرة إن تأثر في حد دي كانت بتظهر، وبالنسبة لي بقى بتظهر في حاجة صغيرة جدا. لما بيجي الطالب يتخرج بقى بعد ما مشروع تخرجه، بنبسط
من اللي انا بشوفه قدامي، يعني نتائج الشغل اللي هو عمله. بتحس ان انت شفت دوت قبل ما يتعمل وشايف نتيجته قدامك فبتكون مبسوط. بالظبط، ببقى شايف ببقى مبسوط ان هم وصلوا للحته دي، ان انا الحمد لله قدرت اوصل لهم معلومه، قدرت ان انا اسبورت معاهم في حاجات، ممكن حاجات ما كانوش عندهم البيزكس بتاعتها انا اديتها لهم. بنبسط بقى جدا جدا فكره انه ممكن بوست بينزل على فيسبوك بعد بيشكروه. تبقى بالنسبه لي دي، يعني جسمي كله بيبقى بتحس حاسس ان بايه هو، بقى؟ بحس ان انا يعني يا بجد تعبي ده كله فعلا آم، ما كان ما تنساش. تنساش. فكره انك ما نسيتش اللي عمله فيه اللي انا عملته، وانا كنت ببقى بعمله، انا مش مستني منه حاجه. حابب ان انت انا حابب تعمله. دوت عشان انا بحب الشخصيات دي. انا عموما في التعاملات دي بحس ان انا ما بتعاملش مع حد او بنزل مع جروب معين الا لو انا مستريح او في لغه حوار ما بيننا. بترجع تاخدهم تاني، بترجع تاخدهم يساعدوك او يشتغلوا معاك يعني في حاجه بتاعتك؟ دي حصلت كتير بصراحه، اوكي. بالعكس دي حصلت معايا في كذا حاجه، وكانت معاكي برضه في حاجه منهم. صحيح. كانت بدايتها كمان، يعني كنا في اوائل الحاجات دي. ما هي بدايه ان احنا نبقى اصحاب اصلا. دي كانت ايوه بدايه ان احنا نبقى حقيقه اصحاب فعلا. فعلا. كانت يعني احنا كان الفرق ما بيننا وبين بعض 3 سنين تقريبا في الجامعه بس. آه، وانا بعمل فيلم اللي هو انت الزمان دوت، كنت انت معايا فيه مساعد مخرج اول، وكنت مركزه في تفاصيل انا ما كنتش مركز فيها، يعني ما كنتش قادر اركز فيها بس لان كنت الوقت كان. مبسوطه اني بعمل معاك حاجه فعلا. هي دي النقطه، انك تبقى بتعمل الحاجه وانت مبسوط انك بتعملها، مش بتعملها يعني وانت حاسس ان هي انا بعملها واجب وخلاص. لا. لا خالص، هي انت انك ساعتها بالنسبه لي كنت الدكتور بتاعي كمان، بس انا كنت يعني حابه الفكره. هي كانت حلوه في انك تشتغل في حاجه انت بتحبها مع حد انت مستريح معاه. ف... فدي لا، وكان في لسه دفعه لسه متخرجه برضو، كنت بصور فيلم دوكيومنتري كده، وكنت بنزل 3. حلو قوي. الطلبه دول كنت انا كنت متبنيهم من ساعه ما دخلوا القسم. ممكن ما يكونوش اشطر ناس، بس كانت حاسس ان طريقتهم في منهم امل او في منهم حاجه تطلع اكتر ان بيحاولوا انت شايفها. بيحاولوا فكره انك بتحاول، مش دايما بس تقف عند حته معينه. ما تخليش ان دايما تخليش دايما الحته الحاجه توقفك انك توصل المحاولات لحاجة. الكتير ساعات بتخلي الحد ممكن يفتكر ان هو متعطل، بس بالعكس هو كتر المحاولات هتخليك توصل لحاجه. هي دي النقطه، انك تحاول مره واتنين وبيحاولوا يطوروا من نفسهم. فنزلت معاهم، كنت نازل معاهم حاجه صغيره كانوا عاملينها، وبعدين في مشروع تخرجهم كنت بسبورت معاهم بس من بعيد. بحب دايما السبورت ان يبقوا مش معتمدين ان انا موجود. فيطمنوا، يعتمدوا على نفسهم شويه. بالظبط، ان انا اللي هصلح لهم غلطهم. لما بلاقي غلط شنيع، لا يعني باخد بتتدخل في الموضوع. بالظبط، بتدخل بنسبه بسيطه، انه بس ايه، الموضوع تساعدهم او كذا، تلحق الموضوع، الحق يعني الموقف تلحق عشان المشكله. بالظبط. فدي كانت بتبقى بالنسبه لي شيء جميل جدا، بتبقى حاسسها. وحصل معايا موقف قريب جدا. الدفعه لسه متخرجه الترم الاولاني ده، في ولد يعني ما كانش شاطر قوي، بس هو في الأول كانت الدنيا بايظة عنده، مش مركز بتاع. قعدت معاه أول مرة كده، اتكلمت معاه، قلت له بص، 1 2 3، وده جامعة سهلة تخلصها، مش حكاية، محتاجة تركيز منك أكتر. شجعته شوية. مرة في التانية يقع شوية، فشده بطريقة أقوى شوية، لا بطريقة شديدة شوية، عنيفة شوية. فيفوق، فابتدى يفوق. فبدل ما كان ممكن يقعد في الجامعة 7 سنين، قعد 5 سنين بس. يعني انت ساعدته ان هو يطلع اسرع ساعدته ان هو الحته بتاعته، ينجز وينزل سمر كورس عشان يلحق المواد بتاعته يخلصها، يزود من نفسه، يخلص بسرعة. اتخرج. بس الحمد فكان لله. بالنسبة لي ان هو بعد ما اتخرج انبسطنا، وقعد يعرفني على اهله والكلام ده كله جوه الجامعة، وخلاص الموضوع انتهى. كان بالنسبة لي الموضوع كان جميل جدا. بس كانت بالنسبة لي مفاجأة إني لقيت نفس اليوم، يوم التخرج بالليل على الساعة 8 9 كده، لقيته بيكلمني.
فقال كلام بقى، انت مش عارف، انت بالنسبه لي اخ ايه كبير، ده، انت الله. اثرت فيا قوي، انا من غيرك. بقيت مش عارف اقول، مش عارف ارد عليه، مش عارف مم. اقول يعني اللي هو انا ما عنديش كلام اقوله، مش عارف بس اقول له هو حلو حاجه. قوي الاحساس ده ان انت، احساس حسيت انه فعلا هو انا. ما خلصش ونسيك، هو خلص بالظبط، وافتكرك اكتر، حس بالظبط. بحاجات اه، فكلمك يقولها لك. اه، دي بالنسبه لي حلوه جدا. وعندي جزء كمان تاني، انك لما طالب يبقى شاطر ويبقى عندك فرصه انك تنزله في شغل او حاجه، او تساعده انه يكتشف الحياه العمليه عموما، مم. آه، وينزل. فانا بالنسبه لي لما اشوف اسم من اسامي الطلبه اللي انا درست لهم على تتر من التترات، بحس انه ده مش نجاح هو لوحده، ده نجاحي انا كمان. يعني بفرح من مم. نجاحهم بنجاحي، ان انا قدرت اوصل شخص انه اسمه يبقى ضمن هي دي التترات الحقيقة اصلا معروف. بتاعت السعادة. دي فعلا ده مم. مضمون السعاده، انك تبقى متاكد وواثق ان اللي بتعمله وانت مش مستني منه حاجه مم. هيترد لك. و وهيبسطك، هو اه، البني ادم التاني هيتأثر وانت هتتأثر، وحتى لو جدا. مش هتشوفوا بعض. حتى لو مش هتشوفوا بعض، بس مم. حتى يعني بتبقى الفكره هتأثروا في حياة بعض. بتأثر في مم. حياة بعض دي جدا حقيقة. جدا جدا. اللي انت بتقوله ده فكرني بقصة. مدرس جاب تلاميذ وحطهم في أوضة وجاب لهم بلالين وكتب لكل واحد اسمه على بالون. وبعد كده اداهم تايم 5 دقايق وقال لهم وصلوا للاسم بتاع بالونته. ال5 دقايق خلصوا ومفيش حد وصل ولا بالون. بعد كده اداهم 5 دقايق تانية وقال لهم كل واحد يلاقي بالونة عليها اسم حد يروح يديها لحد. لو انا لقيت بالونة باسم احمد اروح اديها لاحمد. فكل واحد بقى معاه بالونته في ظرف دقيقة وكلهم اتبسطوا. هي دي من المين كونسبت بتاعت فكرة التيم ورك عموما. امم. فكرة التيم ورك هنا دايما بترتبط بشغل السينما أو بالظبط. العمل الفني عموما، أو السينما، الدراما، الحتة دي شوية. فكرة إنك لو مش كل التيم ورك شغال مع بعض وكويس وبنساعد بعض، مش فكرة أنا مخرج ما أعملش كذا، لا، ممكن في أوقات إنك تتنازل عن البوزيشن بتاعك وتعمل حاجات وتعمل حاجة تانية. تانية، عشان إحنا بنساعد بعض، إحنا بنعمل حاجات مع بعض. إحنا كلنا لو هننجح. لو حد بالظبط، واحد نجح كله بالظبط. هينجح. الفيلم لما هينجح هيقولوا الفيلم ده كله ناجح، مم. مش بس هيختصوا بالمخرج او الممثل او مدير التصوير او الكلام ده كله، لا، لا. هيقول لك العمل الفني ده متكامل، بيبان على فكرة جدا، فكرة هو ان بيبان فعلا. بيبان فعلا. آه يعني التيم ورك بيحب بعض، والناس اللي ورا على الكاميرا كلها الشاشة فعلا بتحب بعض بتبان جدا جدا جدا. لما بتبقى الموضوع بيبقى باين كده، والتيم ورك شغال مع بعضه بكل اشكاله بقى، من مديرين تصوير ومصورين ومخرجين ومساعدينهم. كل دول لو ما عملوش التيم ورك ده، هتلاقي الموضوع مبقاش لطيف خالص. الناس كمان بتحس الفيلم ده معمول بحب ولا لأ، ومع كله عامل مجهود ولا لأ. الناس بتقعد تتكلم لما فيلم أو مسلسل بيبقوا حلوين. وبتبقى الفكرة كلها إن كل واحد فيهم قايم بدوره كويس، مم. بيساعد غيره لو وواخد حصل. باله من غيره. واخد دي باله من غيره. حقيقة. فكرة إنك تاخد بالك من اللي حواليك في أوقات معينة، لا، بتبقى مؤثرة جدا، بتأثر في الناس تأثر كمان في الشخص اللي قدامك قوي. جدا مم. جدا. بتخرج حتى في، يعني هتلاقي حتى في ممكن بعض الناس ما بتبقاش فاهمة فكرة إنه الناس بعد ما بتقول فركش وبيخلصوا، في تلاقي ناس بتعيط دي حقيقة، الناس وتتأثر. ما بتبقاش فاهمة ده ليه. مش بتفهم ده لأنك أنت عشت مثلا، ممكن عشنا 3 4 شهور إحنا كل يوم بنشوف بعض، كل يوم بنخرج، كل يوم بنقعد في اللوكيشن، كل يوم بيحصل لحد فينا مشكلة دي ما. حقيقة، زي الموظفين بالظبط لما يجوا يخرجوا معاش، يعني هي بالظبط، بتبقى نفس الفكرة بس محدش بيفهم بالظبط. ده. مش مم. بيتجمع الموضوع لما بيلاقوا فنانين ومخرجين والناس دي كلها، او دي كاست حقيقة. الفيلم او المسلسل. وبالذات كمان المسلسلات اكتر، لان المسلسلات وقتها اكبر أطول. بكتير من مم. الفيلم. فبيحسوا انه خلاص احنا بقينا هو بنشوف احنا بعض هنمشي كل يوم. بجد؟ اللي هو بالظبط، احنا هنمشي بجد. ايه أيوه. ده، بتلاقي دايما انه في حته انت مش واصله لك، او أيوه. انه مش هي هو الحمد لله خلاص خلصنا، لا. ده ساعات بيعملوا جزء تاني وتالت عشان حبوا بعض بالظبط، أصلا. دي دي حقيقة. حقيقة.
بتبقى الكوميونيكيشن كمان بتبقى لطيفة. الموضوع بقى مش مجرد ان انا وانتي بنتقابل، لا احنا مستريحين في الشغل مع بعض، فنكمل ونعمل حاجات تانية بنستفيد. ننجح فيها. هتلاقي معظم كمان الفنانين الكبار قوي دايما تلاقيهم يقول لك وقف جنبي، كان بيقف جنبي ويساعدني، كان يهديني ويقول لي اعمل ايه، وهكذا. تلاقي معظم الممثلين الكبار قوي والمخرجين الكبار قوي لما بيشوفوا في حد حاجة قوية وحاجة حاجة حلوة جدا هو هيستفيد منها فنيا، هتلاقيه هو كمان بيسبورت الموضوع قوي، بيسبورت الشخصيات دي. هما الاتنين هيعلوا بعض. بالظبط. انك مش بس يعني انت هنا المكسب مش بس ان انا اللي هكسب، لا انت دايما لما تحط ان لما هتساعد غيرك انت كمان هتكسب، هتلاقي نفسك مبسوط كده، تنبسط، تتجمع انه فعلا الموضوع الانبساط مش بس انه حاجه ماديه انا ليا انا لوحدي، لما هتلاقيها للي حواليك هتنبسط اكتر. دي حقيقة. طب قول لي، عملت ايه حاجات صغيرة قبل كده الناس مثلا ما شفتهاش غير مرة واحدة، وحسيت ان انت الحاجة اللي انت عملتها دي لا هي بسطتهم بجد قوي؟ لا بس صعب أوي. حد قابلته مرة واحدة بس. انت عملت حاجة قدامي قبل كده. لا مش فاكر. البنت اللي كانت شغالة في مكان بتاع كوفي علينا من اسم. الموقف ده حلو قوي. الموقف ده كان فعلا جميل. كنت انا لا كانت والدتي راجعة من من العمرة، وكانت جايبة سبحة، بس هي الكترونيك كده، او يعني شكلها سبحة بس عاملة زي العداد يعني. فمهم انه كنا بنشتري انا وحد من زمايلي، وحد من زمايلي ده انا كنت هديتها السبحة دي. فهي البنت بتاعت الكوفي لا الله دي حلوة قوي. قلت لها لا خلاص لو عجباكي قوي. قالت لي دي حلوة جدا بجد والله. قلت لها خلاص انا يعني اوعدك ان انا هجيب لك واحدة بكرة او بعده كده هجيبها. ف تاني يوم رحت ما لقيتهاش، بعدها باسبوع ما لقيتهاش. ففي مرة انا قررت ان انا هسيبها في العربية، وان انا كنت بروح المكان ده ريجولر يعني. فاول ما وصلت ولقيتها شفتها من بعيد، فجبت السبحة دي ورحت واديتها لها. وهي تقريبا دي كانت اخر مرة اشوفها فيها يعني، ما شفتهاش قبل كده ومش اعرفها وماليش علاقة بيها. بس حسيت انه هي قد ايه هتنبسط بحاجة هي بسيطة جدا، بس وكمان هاخد حاجة شافتها حلوة، هي حاجة عجبتها جدا، وانا في ايدي ان انا اسعدها بيها يعني. بالنسبة لي ممكن انا عندي واحدة بس في عندي هدايا، بس هي اكيد كل ما هتمسكها هتفتكر. بالظبط. هي دي هتتبسط. وكنت واخدها شوية انه انا ممكن اخد ثواب بسبب ده، هتسبح عليها تعمل هتفق. كل ما هتسبح عليها انا كمان هبقى مبسوط يعني، انا كمان هاخد اجر عليها. فتحس انه ليه لا، دايما في يعني لما تعمل شوية كده في حاجة اسمها تجارة مع ربنا كده، بس تجارة مربوحة يعني، مربوحة انك تساعد غيرك وانت مش مستني ان هو ينجح. دي احلى حاجة في الدنيا. دي بجد يمكن دي من الحاجات اللي بتخليني مبسوط يعني، ممكن تخرجني كتير من ازمات انا بقى او ازمات بقع فيها. وممكن مش بس الازمات دي انك تقع فيها، بس لما تقع تلاقي اللي يلحقك. ما انت زي ما هتعمل هيتعمل لك. ومش دايما بتيجي في نفس الوقت يعني. خلي بالك ان هي مش لازم ان انت عملت ده النهارده بكره هتلاقيه. بكره ده ممكن يبقى بعد سنه، بعد 2، بعد 10. بس ثق ان هتلاقيه في يوم من الايام بيلف ويرجع، مش هيقف. عايز اشكرك قوي يا احمد، واقول لك انا اتبسطت والله انا اللي انبسطت اكتر من ميرسي. عايزه اقول ان احنا كلنا مخلوقين عشان بعض وعشان نسعد بعض، وان تاثيرنا هيجي من تاثرنا. باي باي.